السلام عليكم. تعالوا نشوف وجبة غدا اليوم كانت عاملة ازاي. اول حاجة عملت خضار سوتيه، بصل وجزر وكوسة وفصين توم مفرومين. تمام، نزلتهم على نار اعلى من المتوسطة بشوية بفصين توم مفرومين. بقلبهم كده تقلبتين وبعدين بغطي عليهم اسيبهم بقى يستووا. يعني النار بتكون اعلى من المتوسطة بشوية كده. حضرنا طبق الخضار السوتيه بتاعنا. طبعا الوجبة بتاعتنا مناسبة للكيتو دايت واللو كارب ومرضى السكري. فتعالوا بقى نعمل سلطة الأفوكادو. هي دي السلطة اللي هي المكسيكية. فأنا عملتها على طريقتي سهلة جدا. أنا عندي واحدة ثمرة أفوكادو، يعني بضغط عليها شوية كده زي ما انتم شايفين في الفيديو عشان تبقى سهلة في وأنا بطلع الثمرة من أو اللحم بتاعها يعني. تمام، بنزلها في الطبق وعليها فصين توم مفرومين. تقدروا بقى تعملوا الكمية اللي انتوا عايزينها. بنزلها في الطبق عليها فصين توم مفرومين وعليها يعني ليمونة كبيرة كده، عصير ليمونة كبيرة. تمام. بعد كده ممكن بقى تنزلوا عليها الأول. بنهرسها كده بالشوكة أو تقدروا تعملوها في كبة كده، يعني براحتكم. يعني هي الموضوع سهل جدا بشوكة. تمام، حطيت عليها كمان شوية من زيت الزيتون الفلسطيني من أجود الأنواع زي ما انتوا عارفين. و هنزل بقى عليها ببصل متقطع جوانح رفيعة جدا، يعني ممكن تقطعوه برضو مربعات صغيرة قوي. وحطيت عليها برضو شوية من الطماطم. عايزاكم تقطعوها اكتر كمان، يعني تقطعوا، حاولوا تقطعوا كل المكونات بتاعتنا صغيرة جدا. تمام، والتوابل بقى بتاعتنا ملح وفلفل وكمون. تمام، ملح وفلفل وكمون. وفي الاخر طبعا بما انها مكسيكية حطيت شوية من الشطة. بقلب المكونات دي كلها مع بعض، وممكن تزودوا كمان زيت زيتون. خلاص، بتحفظوها في التلاجة قبل التقديم بساعة كده، بتبقى حلوة جدا. فهي مكونات سلطة افوكادو سهلة، اللي هي السلطة المكسيكية. انا صراحة مش عارفة اسمها قوي، او مش عايزة اقوله غلط يعني. تمام. بعد كده عندي بقى انا بقى كده فكرت ان انا اعمل بريسكت على مزاجي. فالطريقة دي بريسكت على ذوقي انا. خلاص، انا عندي لحمة سلقتها كويس قوي في حلة الضغط. اللحمة طرية جدا وتحفة ودايبة زي ما انتم شايفين. جبت عندي الدهون اللي نازله من الكباب العراقي. بتوع الدول العربيه عارفين يعني ايه كباب عراقي، اللي هو مزيج من اللحمه المفرومه، مزيج من البقري والضاني. بينزل دهون تحفه جدا جدا يعني، رائعه. فانا ساعات باخد الدهون دي لما بتكون كتير وبجمدها وبعمل بيها بقى شويه كده، بتدي نكهه ولا اروع على بعض اطباق الخضار او في اللحمه كده، زي ما انا حمرت فيها اللحمه كأنكم عاملين بريسكت يا جماعه. تحفه جدا. طبعا البريسكت ملوش علاقة بالطريقة دي عشان انا عارفة يعني، فهتقولوا لي في الكومنتس. لا بس والله دوقوا الطريقة دي. لحمة مسلوقة في حلة الضغط. بسلقها بحمرها الاول مع بصلة وحبهان ومستكة وعود قرفة وورق لورا. تحميرة كده بمعلقة من السمنة البلدي، وبعدين بنزل عليها بالمية المغلية اسيبها تتسلق كويس. وبعدين جبتها كده زي ما انتوا شفتوا، يعني فصصتها حتى بالمعلقة، مش مستحملة خالص. ونزلت عليها بمعلقه بقى من الدهون دي، اللي هي الدهون الكباب العراقي. طبعا اللي ما عندوش معلقه من السمنه البلدي كبيره تحفه جدا. ويجربوا دي، اعملوها بقى الساندوتش زي ما انا هعمل. كل دي افكار من اختراعاتي. فلو انتوا كيتو دايت او لو كارب او مرضى السكري، اعملوا دايما نوعوا في اكلكم. واعملوا الاطباق اللطيفه كلها حاجات سهله يعني قدامكم، وفي نفس الوقت بتحسوا ان انتوا بتاكلوا اكنكم بتاكلوا بره او كده. تمام، حطيت معلقه من الطحينه كانت عندي من اليوم اللي قبله. وحطيت سلطه الافوكادو. وهاخد بقى بريسكت اللحمه دي على طريقتي يعني انا اللي مسميها كده بريسكت لحمه. وبالدهون بتاعتها اللي نازله دهون الكباب العراقي دي. ويلفوا احلى ساندوتش من وصفات الخبز اللي احنا عاملينها قبل كده. راجعوني بقى على اليوتيوب، راجعوا وصفات الخبز على اليوتيوب. الخبز البلدي بالمقلاة ولا اروع. هتلاقوا اروع وصفات. تمام. نزلت كمان بشويه من الخضار السوتيه اللي هو محمراه او واخد تشويحة كده في الزبدة أو السمنة. وشوية من السلطة الخضراء، جرجير، طماطم، بصل، أفوكادو. وتبلتها بملح وفلفل وليمون وزيت زيتون كتير. تمام. أوريكم بقى شكل الساندوتش من جوه ولا أروع. ساندوتش بريسكت بسلطة الأفوكادو المكسيكية والطحينة، ومعاهم شوية خضروات كده. وممكن تحطوا كمان شوية من المخلل. ويجربوا أروع الوصفات اللي احنا بنقدمها، او يعني الافكار. يعني بصوا يا جماعه، تعتبر ان انا ما بقدمش، انا بعتبر نفسي ما بقدمش وصفات. دي فكره، دي طريقتي في الاكل دايما. فبشارككم بيها. و يعني عايزاكم تجربوا الحاجات دي كلها، ما بتاخدش كمان اي وقت. بالنسبه بقى للحاله بتاعي بعد الغداء، خدت من الجزئيه اللي احنا كنا عاملينها في وصفه سابقه. راجعوها. واشوفكم على خير في وصفه جديده قادمه ان شاء الله.